في افريقيا كاين فرق كتشارك، وكاين الجيش الملكي اللي كيكتب التاريخ من اول نسخه لدوري ابطال افريقيا بنظامها القديم، والزعيم العسكري كان حاضر بقوه، فريق عنده الهيبه، الجمهور والتاريخ اللي كيخلي اي خصم يحسب ليه الف حساب. واليوم في موسم 2026 الحلم رجع من جديد، حلم النجمه الافريقيه الثانيه. الجيش الملكي ماشي غير نادي مغربي، راه اول فريق مغربي قدر يربح دوري ابطال افريقيا سنه 1985 ملي هزم فريق بيليما الكونغولي، وقدر يرفع رايه المغرب فوق القاره كامله. ومن ذاك النهار اسم الجيش بقى محفور في الكره الافريقيه كواحد من اكبر الانديه في التاريخ. واليوم بعد سنوات طويله من الغياب على النهائي، العساكر رجع بقوه وبشخصيه البطل. هذا الموسم كان استثناء بكل المقاييس. الجيش الملكي دخل المنافسه بعقليه مختلفه، عقليه فريق ما جايش باش يشارك ولكن جاي باش يتوج من دور المجموعات. الفريق بان منظم، قوي دفاعيا وخطير هجوميا، وحتى المباريات الصعيبه قدام الاهلي وبيراميدز ونهضه بركان الفريق عرف كيفاش يتعامل معها بذكاء وتكتيك كبير، واللي كيخلي الجماهير تامن اكثر بالحلم والروح اللي كيمن بها الفريق داخل الملعب. كل لاعب كيتقاتل على الكره، كل دقيقه فيها تركيز، والمدرب عرف يخلق مجموعه متماسكه كتامن بانها قادره تكتب التاريخ. حتى الصحافه الافريقيه ولات كتتكلم على الجيش الملكي كواحد من اقوى الفرق في القاره هذا الموسم. ودابا النهائي قدام ميلودي سانداونز للجنوب الافريقي، خصم قوي عنده التجربه والامكانيات، ولكن الجيش عنده السلاح اللي ما كيتشراش بالفلوس، الجمهور والتاريخ والشخصيه. الذهاب غادي يكون في بريطوريا، ولكن الحسم الحقيقي غادي يكون في الرباط وسط الجماهير العسكريه اللي غادي تحول الملعب لجحيم حقيقي على اي خصم. في الحقيقه الجماهير المغربيه كامله اليوم كتامن ان الحلم ممكن يتحقق. بعد 41 سنه الزعيم قرب يرجع الكاس للمغرب ويعلن الرجوع الكبير للقاره الافريقيه. والسؤال واش يقدر الجيش الملكي يكتب التاريخ من جديد ويرفع النجمه الثانيه، ولا سان داونز غادي يوقف الحلم العسكري؟ الاكيد ان افريقيا كامله غادي تكون متبعه هذا النهائي، والجيش الملكي داخل بهدف واحد فقط، هو الكاس ترجع للرباط. تهلاو.